يسأل عن معنى الليالي ذوات العدد التي وردت في صحيحي البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة في حديث الوحي. أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة يراها في منامه فتقع مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنس يعني يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. إيه هي الليالي ذوات العدد؟ البعض قال هي الليالي القمرية، ولكن الأرجح أن المراد بالليالي ذوات العدد التي كان يتحنس فيها النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتعبد على ملة إبراهيم عليه السلام هي ليالي كثيرة، كما نقل ابن حجر العسقلاني عن الكرماني ونقل غيرهما، تحتاج إلى عدد أي لكثرتها، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام